بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. حسب تصريحات الصحفي والخبير في استيراد السيارات السيد مراد سعدي، حيث قال في تصريحه اليوم أنه فيه 3 سفن محملة ب4000 سيارة بعلامة فيات الإيطالية، وهذه السفن قادمة من إيطاليا إلى الجزائر، وتتمثل هذه السيارات في 4 علامات كلها تابعة إلى شركة فيات الإيطالية، وهذه أولى الشحنات التي ستدخل إلى الجزائر في بحر هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. وفي الأخير نقول الحمد لله، بدأت أزمة السيارات تعرف انفراج في الجزائر، ونقول كذلك مبروك لكل مواطن جزائري حاب يكسب سيارة جديدة. وفي الأخير إخواني، الرجاء منكم اشتركوا في القناة في خاطر هذه الأخبار المفرحة للشعب الجزائري، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.